افضل واصغر واحسن كاميرا تقدر تشتريها لصناعه المحتوى في 2025. الكاميرا حجمها صغير جدا لدرجه ان اسمها بوكيت 3، فيها جيمبل لمنع الاهتزازات وده بيخليها اوبشن كويس جدا لو بتفلوج. الكواليتي بتاعتها حلوه جدا بفضل السنسور ال1 انش اللي موجود في الكاميرا دي، واللي بتديك اوبشن في النايت مود بيطلع لك فيديوهات بكواليتي احسن بكتير جدا من كواليتي الايفون. تقدر تتحكم في الجيمبل من الجويستيك اللي موجود على الجسم الكاميرا نفسه، او تقدر تتحكم فيها من الموبايل ابلكيشن بتاع دي جي اي اللي موجود على الموبايل سواء ايفون او اندرويد. كده بتصور فيديوهات اليوتيوب. اما كده نبدا نصور ريلز. الكاميرا الصغيره دي بيجي منها نسختين، انا اخترت الكرييتور كومبو علشان بيجي معاها المايك ده وبيتوصل عليها على طول، وبيجي كمان معاها بطاريه وترايبود صغير وشنطه، والعدسه الوايد انجل دي، العدسه اللي تقريبا بتديك بعد بؤري 15 ملم. ده غير ان ليها اكسسوارات كتير جدا من اكتر من شركه حوالين العالم، ممكن نعمل لهم فيديوهات بعد كده. قول لي في التعليقات لو عاوز نعمل لك فيديوهات عن الاكسسوارات بعد كده. والكاميرا بتصور 4K 60 فريم في الثانيه و1080 لحد 120 فريم. والمميز في الكاميرا الصغيره دي ان هي بتقدر تصور لك فيديوهات لوج 10 بت، ودي فيديوهات تقدر بعد كده تعدل عليها ويكون معاك مساحه اكبر من الالوان وتقدر تطلع فيديوهات بجوده احترافيه. فلو انت لسه بادئ تعمل محتوى جديد انصحك جدا ان انت تشتري الكاميرا دي احسن من اي اوبشن تاني لو عاوز تنقل من التصوير بالموبايل. وبس كده، انا طارق وانت هتعمل لي فولو، وكده اكون قلت لك